حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة، معي أنا عمار الصالحي. منصب رئاسة البرلمان ما زال خاليا، وهو أكبر استحقاق للمكون السني. الصراع السني ما بين الحلبوسي وما بين الخنجر يبقي المنصب بيد المندلاوي. هل سنشهد رئاسة للبرلمان جديدة ما بين العيساوي وما بين المشهداني، أم ستبقى الأمور على حالها؟ كل هذه المحاور وهذه التفصيلات سوف أطرحها على ضيفي، السيدة هبة الطائي عضو حزب سيادة حياة الله، وأهلا وسهلا بك ضيفة عزيزة علينا في برنامج بصراحة من قناة كركوك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، وإن شاء الله يا رب نكون خفيفين الظل عليكم ونطرح كل الأفكار اللي ما يعرفها الجمهور من داخل برنامجكم إن شاء الله. أيضا أرحب بالسيد قيصر الجبوري عضو حزب تقدم، حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا في برنامج بصراحة. تحية لك أستاذ عمار، تحية لجمهور فضائيات كركوك. خليني أبدو وياك ست هبة فيما يخص خلو منصب رئاسة البرلمان وإبقائه بيد المندلاوي بسبب الصراع السني وتحديدا ما بين السيادة وما بين تقدم. طبعا أستاذ عمار، هو المنصب رئاسة البرلمان استحقاق دستوري، لكن عدم تشكيله إلى حد الآن دي يشكل عائق كلش كبير على العراق. فأنا ما أهمش أي حزب، لكن كاستحقاق أنا أشوف السيادة هي أقرب للمنصب. نعم، السيادة أقرب للمنصب، لكن هو كان قبل بيد السيد الحلبوسي. نعم. الحلبوسي وكتلة الحلبوسي هم الأكثر عددا من السيادة، بالتالي يقولون نحن من نستحق هذا المنصب لنمثل المكون السني. بالضبط، لكن انت من تجي تشوف الاشخاص اللي مرشحين، انا مو دفاعا عن كتله السياده، لكن اللي اشوفه اقرب للساحه وللناس وللجماهير هو استاذ سالم العيساوي. يعني من خلال مراقبتنا له طول هالفتره هو ظل متواصل ويا الجمهور الى حد الان. يعني بالنسبه للبقيه هم اوكي مرشحين لهذا المنصب، لكن ككتله السياده الى حد الان بابهم مفتوح، وأنا شاهد عيان طبعا ليل مع نهار هو متواصل. فاليوم الشارع والجمهور يريد شخص قريب يكون من عنده، وأنا هذا اللي شفته من أستاذ سالم العيساوي. نعم، سيد قيصر قريب من الشارع، السيد سالم العيساوي طاقة شبابية جديدة. السيد محمود المشهداني أخذ فرصة له في رئاسة البرلمان، بالتالي قد لا يطرأ تغيير أو دماء جديدة لرئاسة البرلمان سبب التمسك بالسيد المشهداني للمنصب من قبل تقدم. في الحقيقة أن عملية التسويف والمماطلة طيلة الشهور الماضية في تطبيق الاستحقاق الدستوري وتنفيذه لانتخاب جديد للطيف السني ستدخل في مفهوم آخر، ألا وهو مفهوم الشراكة. سوف يدخل في غيبوبة في حالة المماطلة أكثر. لذلك اليوم الطرح هو ليس طرح أسماء، الاختلاف ليس على فلان أو فلان. احنا لازم نتناول الموضوع من الأساس. الأساس هو كما يعني واضح في الشارع أن الاستحقاق هو للسيادة أم تقدم. هنا التعامل يكون مع الأرقام. طبعا حزب تقدم أكثر عدد مقاعد يعني قياسا بالسيادة. السؤال اللي نطرحه، هل حزب السيادة احترامنا وتبجيلنا لقياداته وكوادره هل يمثل الطيف السني بشكل مطلق؟ كلا. العملية الانتخابية عملية أرقام. تقدم هي من كانت تقود المشهد في الفترة الماضية، وأنا أختلف مع الست هبة. تقدم هي أحق في اختيار شخصية كالسيد محمود المشهداني أو غيره لشغل منصب رئاسة البرلمان. نعم، أظن المداخلة أستاذ نعم. تجي على المكون السني إذا تقدم وإذا سيادة.
طبعا اثنيناتهم سنه واثنيناتهم المكونات قويه عندهم. مثل ما وقف شيخ خميس الخنجر ايضا بهوايه امور ويا الشارع، بينما كان تقدم ما موجود بالشارع. من ضمنها يعني نقول غزه اللي وقف وياهم وساندهم، هم اصلا مكون سني. نعم. نعم. في هذه الحيثيه سيده هبه اليوم، نعم. هل تعتقدون أن مقبولية الخنجر لدى الشارع السني بالتحديد هي أقوى تأثير من السيد الحلبوسي؟ السيد الحلبوسي مع أجل احترامنا له، بما أنه هو رئيس تقدم لكنه ما بقى بالمنصب، يعني يكونوا متساويين. فإحنا هنا راح يكون الصراع أقوى من عند المرشح اللي هو يقدر يفوز به. فمثل ما أنت تفضلت حضرتك أستاذ سالم العيساوي طاقة شبابية وأقرب للشارع. أوكي، أستاذ محمود المشهداني هو عنده خبرة قديما بالحزب وبهالأمور، لكن اليوم الشارع يريد تغيير، يريد طاقة شبابية تفهمه وتتعاون وياه. أنا وجهة نظري هذا. نعم. هل تعتقدون أن هناك من يدعم العيساوي من قبل الكتل الأخرى، بالتالي ممكن للعيساوي أن يمر بسهولة خلال الجلسات المقبلة؟ أكيد إن شاء الله، يعني أكو كتل متعاونة ويا السيادة. من الأقرب؟ يعني راح تكون مبهمه، ما نقدر انه نعم. هو بشكل عام في تصريحات للسيد المالكي، السيد المالكي يدعم السيد محمود المشهداني فيما يخص الاطار التنسيقي. نعم. لكن غير السيد المالكي داخل الاطار التنسيقي، هل هناك مرشحين او كتل او احزاب يدعمون العيساوي؟ يبين فيما بعد. خليني انتقل للسيد قيصر. السيد قيصر، السؤال واضح. المالكي يدعم السيد محمود المشهداني، رغم هذا نرى أن هناك خلاف ما بين المالكي وما بين السيد الحلبوسي. بصراحة كيف تفسر هذه الحالة؟ بصراحة الموضوع أكبر من أنه موضوع اختيار شخص الدكتور محمود المشهداني المحترم أو الأستاذ العيساوي المحترم. الموضوع هو موضوع قبول لدى الجميع. إذا مثل ما تفضلت أنت، سيد المالكي يدعم مرشح، يدعم محمود المشهداني، الدكتور محمود المشهداني، فهذا دليل على أن الدكتور محمود المشهداني ذو مقبولية أكبر لدى القوى السياسية. بالإضافة إلى أنه الدكتور محمود المشهداني صاحب تجربة كبيرة. نحن هنا ليس بصدد التثقيف أو الإشادة بشخص معروف على مستوى العراق وقاد البرلمان بفترة عصيبة جدا في ظروف العراق كان يمر بأزمات. فالدكتور محمود المشهداني الرجل صاحب تجربة كبيرة في هذا الموضوع، وهو على علم كبير بتفاصيل النظام الداخلي في التعامل مع أعضاء مجلس النواب، في إدارة الأمور، في معرفته للقوانين المهمة اللي لازم يصدرها البرلمان حتى يتم إقرارها. فأنا اليوم بصراحة يعني ما لبيت دعوتكم المحترمة على مود أقول الأستاذ العيساوي أفضل أم الدكتور محمود المشهداني. اليوم أنا جيت أشر على أنه ممكن المكون السني برمته يتعرض إلى أمور أخرى في حال عدم حسم موضوع رئاسة البرلمان. هنالك أبعاد أخرى وأهداف أخرى من جهة لا تريد لرئاسة البرلمان أن تكون تحمل صفة الأصالة في الإدارة. لذلك الأسماء التي طرحت أسماء كبيرة ومحترمة ولها باع كبير في الجانب السياسي، والأمر متروك للقيادات السياسية، قيادات الخط الأول. نعم. التي هي من تبت في عملية التصويت. نعم. في هذه الحيثية ست هبة، نعم. صراع ما بين السيادة وما بين التقدم انعكس سلبا على حصة المكون السني بأكبر منصب لدى المكون السني وهو رئاسة البرلمان. هذا لا يصب بمصلحة المكون، بالتالي لماذا لا يجلس السيادة مع تقدم؟ وقد نشهد مرشح تسوية من قبل الطرفين للرجوع لهذا الاستحقاق. طبعا احنا خصوصا الانتخابات مال كركوك ايضا كنا احنا تحالف واحد،
اذا تقدم واذا سياده. كنا مثل ما نقول نحمل القياده وحدها ونحكي باسم القياده دونا عن الاحزاب. الصراع اللي صار هو رئاسه البرلمان واختلافه عليهم مما اثر سلبا على محافظه كركوك. احنا السياده يعني كنا 4 مقاعد مثل ما نقول جايبين، لكن اوكي تحالفوا الاعضاء من عندنا يصب صالح الجمهور الكركوكي، يعني حتى ما يتعرقل عندنا هوايه امور وما يتاخر اكثر من ما تاخر، لكن السياده ما اخذت استحقاقها بكركوك. فهذا اثر علينا هوايه، واتوقع يعني صار مثل ما نقول تسويه حتى تقدم تاخذ رئاسه البرلمان. يعني هل هناك انعكاس أو ربط ما بين انتخابات مجلس المحافظة أو الإدارة الجديدة في كركوك وديالى مع رئاسة البرلمان؟ هل هي صفقة واحدة؟ اي من أي ناحية؟ يعني كيف تفسرين اللي ذلك؟ يصب الى مصالح. نعم. اللي له مصلحه بهذا الشأن هو اللي كان له طرف. لكن بالتالي السيد محمد تميم كان هو من ساعد في تشكيل الإدارة المحلية في محافظة مع أجل كركوك. الاحترام للدكتور محمد تميم، أكيد هو زعيم وهو الصد الأساسي للمكون العربي في بغداد طبعا، وإحنا كنا نشيد به. لكن إحنا اللي صار عندنا يجوز المكون تقدم أخذ استحقاقه وانطوا المناصب، لكن تجي كسيادة كل شيء ما حصلنا. يعني إلى حد الآن إحنا مفاوضات جارية بس ما أخذنا الاستحقاق اللي جبنا به 4 مقاعد. فيما يخص كركوك بالضبط. وفيما يخص ديالى ايضا كانت بها امور مبهمه، لكن اني اللي يهمني كركوك والتهميش اللي صار على السياده. بالتالي السيادة يقول احنا تهمشنا بكركوك، تهمشنا بديالى، تقدم أخذ مناصب القيادة الكتلة، بالتالي احنا خلونا ناخذ رئاسة البرلمان. وان شاء الله ناخذ رئاسه البرلمان، بما انه احنا راحت من عندنا كركوك فنرجع لرئاسه البرلمان تكون من حصتنا. سيد قيصر السياسة هي أرقام وحصص وصفقات، بالتالي ليس من المعقول تقدم يأخذ حصة هنا وحصة هنا والمنصب الرئيسي. أستاذ عمار حبيبي، كل مقومات تشكيل الحكومات المحلية في ديالى وكركوك كانت موجودة، فما الداعي لربط موضوع تشكيل الحكومات المحلية في كركوك وديالى برئاسة البرلمان؟ ما هي مقومات تشكيل الحكومة المحلية موجودة أصلا على أرض الواقع، موجود النصاب القانوني، موجود اتفاق مع قوة واتفاق معلن. أنا دا أتكلم لك أنه لا يوجد ربط بين تشكيل الحكومات المحلية فيما يخص كركوك وديالى ورئاسة البرلمان. أنا أنفي هذا الكلام. لكن البعض يشير إلى أنه صراع خفي ما بين فليشكك مرخصك أستاذ بلي. والدليل على هذا الكلام، إذا تسمحي لي استهباء، والدليل على هذا الكلام اليوم حسم موضوع تشكيل مجلس محافظة كركوك، وحسم موضوع تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى، ولا زال شغور منصب رئاسة البرلمان على ما هو عليه. هذا دليل قاطع على أن الموضوع هو ليس بسلة واحدة كما يتهم بعض القوى السياسية بجعل هذا الموضوع في سلة واحدة، ومن ثم يدخل في موضوع المساومات والابتزازات، أعطني الحكومة في كركوك وأعطيك رئاسة البرلمان. هذا الكلام عاري عن الصحة تماما، وأنا أرفضه. في نقطة أشارت، نعم، في نقطة أشارت إليها السيدة هبة، سوف أعود إليك، ولكن قالت بأن هم صاحبين أكثر المقاعد في محافظة كركوك، ولكن الاستحقاق ذهب إلى الأعضاء الأقل. صح. التحالف تحالف انتخابي، السيادة كانوا معنا في تحالف انتخابي، بمعنى كنا في مركب واحد وحصلنا على المقاعد بشكل شفاف وأمام المواطن اللي موجود، المواطن العراقي والمواطن الكركوكي. كان لا يميز بين السيادة وتقدم وحزب آخر وتقدم ممن تحالف معهم. هذا دليل على حسن النية الموجودة لدى قيادات حزب تقدم. المقاطعة أستاذ، والدليل على هذا الكلام، إذا تسمح لي، لا أنا لازم أكمل فكرتي. نعم. بعد ما عملنا سوية وحققنا ما حققنا من الحصول على مقاعد في حكومة كركوك، هنا
ياتي بيت القصيد اللي هو شنو؟ يعني احنا بعد ما حققنا المقاعد سويه وعملنا سويه، تيجي تقول لي انا حققت مقاعد اكثر او انت حققت مقاعد اكثر، انا ما معترض، هي كلها المكون العربي وكلها يعني المقاعد شغلها اشخاص ذو باع سياسي وذو مقبوليه في الشارع الكركوكلي، ولكن انا بصراحه يعني ردت ان نفصل بين تشكيل حكومه كركوك المحليه، واذا ردنا نتكلم عن شغور منصب رئاسة البرلمان، فلن نربط حكومة كركوك برئاسة البرلمان. نعم سيدة هبة، عندك تعقيب على بالضبط. نعم. احنا كنا تحالف واحد وما انكر هذا الشيء، لكن من اجت التقسيمات احنا السيادة تهمشنا تماما، ما يعني ما اخذنا ذاك الاستحقاق اللي احنا تعبنا به. احنا كنا تحالف واحد بالضبط وكنا سعينا المكون العربي، لكن من اجت التقسيمات، من اجت مثل ما نقول المناصب، احنا السياده حاليا مهمشين، ماكو احد من عندنا بالمجلس ويداعي بحقوقنا. هذا مرتبط برئاسه البرلمان. انا اليوم انطيك كركوك مقابل رئاسه البرلمان، هذا اللي صار عندنا. يعني انا اشوف هذا الكلام نعم صراحه في هذه وجهة نظر. نعم في هذه النقطة سيدة هبة، هل من الممكن أن نشهد التحاق لأعضاء السيادة في مجلس محافظة كركوك؟ بالضبط، حتى مثل ما قلت لك استاذ، على مود الجمهور، خدمه الجمهور. وبالنسبه اللي صار همينه تحالفنا، احنا كنا تحالف واحد، كنا ندعي مكون واحد. انا ما اقول سياده عن عروبه عن تقدم، كنا اطار واحد، كنا مصب واحد، كنا نتعاون من اجل المكون العربي الموجود داخل محافظه كركوك، لكن نريد التقسيمات تكون حسب الاستحقاق. يعني ما من المعقول احنا اليوم تعبنا وسعينا وجبنا 4 مقاعد نكون مهمشين ما لنا اي صدى. بالتالي اذى هوايه من المرشحين اللي ما صعدوا او من المرشحين الفائزين الاعضاء. كنا ننتظر انه لابد يكون تحالفات وياهم او مفاوضات حتى نقدر نعم، ناخذ لكن الاطراف الاخرى مادة يدها وتقول التحقوا بنا والمناصب شاغرة وموجودة وبانتظاركم. بالضبط، هذا اللي صار هسه حاليا، ونتامل من القادم افضل يكون، لكن ما نعرف الساحه ايش تقرا حاليا. نعم سيد قيصر، ليش ما يفضها تقدم والسيادة ويسوون اجتماع بيناتهم ومفاوضات بيناتهم وتكون حصرا ما بين فيما يخص ما بين ما بين السيادة فيما يخص رئاسة البرلمان، ما بين السيادة وما بين تقدم، وبالتالي لا تنعكس ولا تفسح المجال امام الكتل الاخرى التدخل ولعدم ضياع هذا المنصب. بصراحه اذا جنابك متابع للشأن والاخت ست هبه، الاجتماعات المكثفه والحركه المكوكيه اللي يقومون بها قيادات تقدم، سواء من السيد رئيس البرلمان السابق السيد الحلبوسي او قيادات الخط الاول، الاجتماعات مستمرة والمفاوضات مستمرة. وأعتقد قبل 2 أو 3 أيام صدر بيان من الأخوة في السيادة، بيان يؤيد ترشيح شخص معين مطروح من تقدم اللي هو السيد محمود المشهداني. فوجهات النظر قريبة، ولكن يا أستاذ عمار احنا لازم ما ننسى، احنا ما نملك كمكون سني، ما نملك القوة العددية في إتمام هكذا موضوع النصاب احنا ما نملكه. انت تعرف رئاسة البرلمان تحتاج إلى 166 نائب، واحنا كمكون عندنا 70 أو ما يزيد عن 70. فاحنا مو بيضة القبان. أنا أتصور الانقسام الحاد الشيعي إلى معسكرين أثر تأثير كبير على موضوع حسم هذا الموضوع. يعني من 9 أشهر هناك انقسام، احنا ما ننكر هناك انقسام سني، ولكن وجهات النظر قريبة. يعني انقسام سني لمصلحة المكون، احنا ما ننكر هذا الشيء، واحنا لازلنا متمسكين بمنصب رئاسة البرلمان. نحن كتقدم متمسكين بمنصب رئاسة البرلمان للتجربة الناجحة التي قام بها السيد الحلبوسي في المرحلة السابقة. الأسرع هو
شيعي اتوقع. نعم، خلينا انتقل للصراع الشيعي والسني السني، وايضا انتقل للكرد سيده هبه. هل هناك دعم من قبل الكرد لمرشحكم السيد سالم العيساوي؟ هل هناك مفاوضات ما بين السيادة وما بين الأحزاب الكردية؟ بالضبط أستاذ، تعقيبا على كلام نعم. الأخ قيصر، بما أنه كانت تجربة ناجحة من قبل الأستاذ محمد الحلبوسي، يجوز السيادة راح تكون بعد أكثر كفاءة بهذا المنصب. احنا ما نشكك. هو بالضبط يعني، لكن مثل ما نقول الكرسي من تجلس عليه هو راح يحكم ويشوف وجهات النظر. خلينا نعطي الفرصة للسيادة وتظهر نفسها، صح لو لا؟ بما أنه هذا الصراع قائم على أشهر، اليوم من أني أريد أقيم شخص راح أنطي الفرصة والمجال حتى يظهر نفسه أو يظهر للساحة. بالضبط مثل ما صار عندنا احنا الاتحاد هو مع التقدم والديمقراطي مع السيادة. فاليوم الاتحاد يملك أكثر مقاعد مع الشيعي، والديمقراطي أقل مع الكتل السنية. هذا الانقسام اللي صار عندنا احنا. نعم. الكتلة الأكبر صارت مع الإطار. ممكن يعني بهيك حالة حسب وصفك ممكن المنصب يروح من السيادة. الحد الآن مفاوضات جارية، لكن احنا نطمح أنه يكون السيادة هي تجربة حتى نظهر كفاءتنا قدام الجمهور. انعكاس خلو المنصب على الجانب التشريعي سيدة طبعا دي يأخر هواية أمور بالشارع وبالتشريع القوانين، بهواية أمور مدى تصب بصالح العراق عامة، مو فقط كركوك أو ديالى. بالتالي ممكن المواطن أن يعاقب بالضبط. هذه الأحزاب التي انتخبتها، بالتالي تشهد صراع لمدة 10 أشهر لخلو أكبر منصب للمكون السني. ما كان هذا الشيء بالحسبان أن ممكن أن تعاقب هذه الأحزاب، وخاصة الانتخابات قريبة؟ بالضبط. احنا عندنا النسيان عند الجمهور يريد شيء يتمسك به، بما انه يريد يغير من حال الى حال، او يريد شخص يخدمه. من يجي اليوم ينتخب اي حزب او اي مرشح داخل حزب يتامل من عنده التغيير او الخير، صح لو لا؟ لكن من بعد ما صعدوا او من صارت الانتخابات يتفاجئ الجمهور انه ما كان عند حسن ظن الثقة اللي منحها عند هذا الحزب. أنا ما أقصد أي حزب طبعا، ما أقصد كأحزاب إذا تقدم أو سيادة، أقصد أي حزب. المرشح اللي انتخبه يتفاجأ أنه عكس ما كان بباله. نعم. حكيت بلغة الأرقام سيد قيصر، وقلت احنا 70، وبالتالي نحتاج 70 أو أكثر، لازم 666 نعم. حتى نقدر نحسم الموضوع. خليني أنا أطرح عليك رأي أو فكرة. هل من الممكن بين الطرف الآخر اللي يملك أكثر مقاعد ويذهب الإطار التنسيقي مع الكرد لحسم منصب رئاسة البرلمان، قد يكون بمرشح متفق عليه من قبل الكرد أو من قبل الشيعة؟ الصراع طول بين السني، وبالتالي احنا ما نبقى ننتظر، راح نروح احنا ونحسمها دون المكون السني. توحيد القرار. نعم. بدعم شخصية واحدة من قبل المكون الشيعي، الإطار التنسيقي. توحيد القرار بدعم شخصية واحدة أمر غير مبرر بالمطلق في حالة التعطيلة. يعني هم ما اتفقوا على دعم شخصية معينة حتى مثل ما جنابك تقول يكون هو ذو حظ كبير في اجتياز المرحلة والفوز. عدم توحيد القرار بدعم شخصية واحدة أمر غير مبرر بالمطلق. وتعقيد عقد الجلسة هو تسويف سياسي بحت. اليوم بيضة القبان هي أن يخرج من المكون السني رئيس للبرلمان بأريحية المكون، بتراضي المكون. لا يملك الإطار التنسيقي والقوى الأخرى لا تملك الأريحية في عقد جلسة معينة واختيار شخصية دون رضا المكون السني وقيادات المكون السني.
اسالني ليش استاذ عمار؟ نعم. هذا اتفاق سياسي بنيت عليه الحكومات المركزيه من بعد 2003 الى اليوم. حصه المكون السني هي رئاسه البرلمان، وحصه المكون الشيعي هي رئاسه الوزراء، والاخوه الاكراد رئاسه الجمهوريه. لا نتوقف عند هذا الحد، الموضوع اخطر واكبر واعمق. في حال حدوث ما طرحته جنابك، انه الاطار التنسيقي ذو الاغلبيه صاحب ال 180 مقعد ذهب الى جلسه واختار رئيس برلمان وخلى تقدم والسياده في الامر الواقع. انا اتوقع انه راح تكون النتائج المستقبليه نتائج كارثيه. هذا يؤدي الى تعميق موضوع عدم الثقه، يؤدي إلى انسحاب الموضوع إلى رئاسة الوزراء ودعمها في المرحلة المقبلة، إلى دعم مرشح رئاسة الجمهورية مثل ما تفضلت. احنا مقبلين على انتخابات، في دعم شخص رئيس الجمهورية في المستقبل القريب. فهذه الاتفاقات وهذا العرف السياسي أنا أتصور أصبح شيء من يعني من المتعارف في التعامل بين المكونات الثلاث، بين الرئاسات الثلاث. فذهاب الإطار إلى اختيار شخصية أتصور أنه الإطار ذو عقلية أكبر من أن يخطي هذه الخطوة ويؤدي إلى كوارث لا يحمد. نعم. خليني استفسر من ست هبة. بشكل عام نشعر وكأنه هو مو صراع رئاسة البرلمان، هو صراع الزعامة. أبعد من هذا الشيء، هو صراع من يتزعم المكون السني للفترات القادمة. وبالتالي صراع مو صراع برلمان. أنا أريد اليوم أكون الزعيم الأوحد للمكون السني أو من يمثل المكون السني سواء داخليا أو حتى خارجيا. بالضبط أستاذ. إحنا اليوم المكون السني بالفترة الأخيرة كان مهمش، فاليوم إحنا ما من المعقول نكون ساكتين على وضع. فاليوم راح يكون الزعامات من قبل تقدم أو السيادة هو من يظهر نفسه ويقول لك أنا الأكثر كفؤ أنه برست المكون السني، صح؟ نعم. من بعد ما كان أستاذ محمد الحلبوسي وهو معروف بقوته طبعا، لكن احنا نريد شخص من بعده يكون نفس الفكرة، الطاقة الشبابية اللي احتوت هالقد عدد وخلت أدى إيمان بالمكون السني باستحقاقات بعدم التهميش. فشخص يكون شبيه الأستاذ. نعم. الفرق وين ستبقى في هذه نعم. الحيثية؟ الفرق وين؟ الفرق أنه السيد خميس الخنجر، شيخ خميس الخنجر، نعم، مو هو يتصدى للمنصب، مو هو ياخذ المنصب نفسه. صح. هناك من يرشح لكن السيد محمد الحلبوسي هو من يتصدى للمشهد السياسي نفسه. صح. ما هذا سابقا. اليوم لا الشيخ ولا الأستاذ محمد الحلبوسي هو الصراع بيناتهم، عندهم مرشحين. فاليوم أنا مو دفاعا عن السيادة كوني عضو وبيل، لا، لكن اللي دا أشوفه قريب قلت لك من الجمهور والشارع والعقلية الشبابية مثل الأستاذ محمد الحلبوسي، هو الأستاذ سالم العيساوي، لو حتى مو أستاذ لكن شبيه، نفس العقلية ونفس الطاقات الشبابية الموجودة بها اليوم بالشارع. مو فقط قوانين تشرع أو تنفذ خلاص ها هي أنا طبقتها. أنا أريد شخص يكون قريب من الجمهور. اليوم أنا إذا ما كان الجمهور مساند إلي وداعم إلي ما أقدر أنجح بأي مجال. نعم. خليني أنا أختلف وياك أستاذ نعم. عمار بصراحة. نعم. الصراع ليس صراع على زعامة المكون السني. نعم. الدليل على هذا الكلام أخي العزيز، الصراع اليوم هو استحقاق مكون. لكن هناك من يقول هو ابعد من هذا الشيء. فليقل ما يقل. نعم. فليقل ما يقل. أنا لا زلت أؤمن أن السيد الحلبوسي هو المرجعية السياسية للعرب السنة. لماذا؟ هو سوف تناقض نفسك بنفسك، تقول هو المرجع، بالتالي هو هذا ما نطرحه. إذن هو صراع لمرجعية المكون وبالتالي أكبر من المنصب نفسه. المرجع ليس الشخص. نعم. المرجع ليس السيد الحلبوسي مطالب بالمنصب لنفسه. السيد الحلبوسي دا يقول احنا ذو يعني أغلبية بلغة الأرقام. أخي اليوم الإطار التنسيقي
عليه أن يمضي مع السيادة أو تقدم لدعم المرشح القادم. متفقين؟ الإطار هل من منقسم المعقول على نفسه هل ما بين السيادة وما بين أنا أتكلم لك عن نصاب كامل عن 166. نعم. هل من المعقول أن يذهب الإطار التنسيقي مع السيادة أو غير السيادة اللي يملكون أقل عدد مقاعد في البرلمان؟ هل هذا منطقي؟ هل هذا منطقي؟ نعم. يعني أنا أعوف صاحب ال 37 مقعد واروح ويا ابو ال 34 مقعد، هذا مو منطقي اصلا. مرخصك استاذ، اثناء ما كان الترشيح بين الشيخ شعلان الكريم والاستاذ سالم العيساوي، مجرد يمكن 2 أو إلى 3 فقط كان بيناتهم الفرق، يعني ماكو ذاك الفرق الشاسع بيناتهم مثل ما انت هسه تفضلت يعني حضرتك. احنا نتكلم اليوم عن ال 55 اذا تسمحي لي استاذ هبه، احنا اليوم نتكلم عن ال 55 او ال 54 توقيع اللي وقعت باليومين الماضيين. وقعت يعني وثيقه، طبعا هذا الموضوع واضح وبالاعلام، وقعت وثيقه من 54 او 55 نائب لدعم مرشح يعني المرشح السيد محمود المشهداني. طبعا هنا احنا خلينا نغادر، انا اتصور خلينا نغادر هذه النقطه، لان هذه النقطه حسمت تقدم، هي من ستتسيد المشهد وستزج بمرشح ذو مقبوليه من الاطار التنسيقي ومن القوى الاخرى. تقصد الدكتور محمود المشهداني؟ دكتور محمود المشهداني. نعم. خليني طبعا لا يوجد يعني شيء حسم، لانه كما شاهدنا في المشهد السياسي العراقي سواء على المستوى البرلماني او حتى تشكيل الادارات المحليه في المحافظات، تحسم الامور في الساعات الاخيره وفي الثواني الاخيره. لكن خليني اتطرق النقطه استاذ قيصر، نقطه التدخلات الخارجيه. منصب كبير من ضمن أعلى المناصب، لأنه السلطة التشريعية هي أعلى سلطة، بالتالي هذا المنصب أكيد يكون بتدخلات خارجية. اليوم مدى تأثير التدخلات الخارجية ممكن تخلي السيادة وتقدم يريدون يتقربون، لكن التدخلات الخارجية تستقطب كل طرف على حساب الطرف الآخر. لازم تسألني عن نوع التدخل الخارجي. نعم. إن وجد، أنا أنفي لك ماكو تدخل خارجي في موضوع اختيار الأشخاص، ولكن هناك شخص ذو مقبولية وهناك شخص لم يجرب بعد في المقبولية. تقدم كان لها باع طويل ومزايا كثيرة في المحيط اللي يحيط بالعراق. تقدم كانت اللاعب الأساسي في تمثيل السنة في المرحلة الماضية القريبة. فمنهج تقدم وفكر تقدم يتمتع بمزايا القبول لدى المحيط الخارجي. فإذا كانت هناك تدخلات، أنا أتصور أن القيادات اللي تتفاوض وتجتمع ما راح تستمع لأي طرف خارجي ممكن يملي عليها موضوع اختيار شخصية رئيس البرلمان. نعم. خليني اخذ من جناب الجواب حول هذا الشيء. فعلا ماكو تدخلات خارجيه. اليوم احنا نشوف التدخلات الخارجيه بمناصب قليله، مثل قائم مقام، مثل عضو برلمان، مثل وزير. منصب رئاسه البرلمان ما بيه تدخل خارجي. هي بالتالي العراق مثل ما نقول احنا دائما بالواجهه، الكل خال العراق جانب احنا نفط واحنا بترول واحنا من هالامور. لا اكيد اكو تدخلات خارجيه، لكن 80% هو الداخلي، يعني جزء 20%. تدخلات خارجيه تفيد السياده لو تفيد التقدم؟ مع من؟ ما اقدر اطرح هذا الموضوع، لكنه يا استاذ عمار لا موجود لغرض مصالح العامه، مو مصالح العراق، مصالحهم هم كدوله.
يعني يجوز تاثيرات عندهم، لكن بالتالي الاتفاق ماذا يكون بين التقدم والسياده بيناتهم كاشخاص. زين احنا ما هي الاوراق مكشوفه ست هبه، ارجوك خلي بس تكمل فكرتها، نجي يقول عليها. جربنا التقدم وذو مقبوليه ذو شرع، اوكي احنا كذا سنه كانت للتقدم، خلوا كذا سنه للسياده وخلي يبين نفسه قدام الشارع والجمهور. فهناك راح يكون الناس هي تحكم، والخطط اللي راح تكون المستقبليه اذا كان بي تغيير لا يجوز السياده هي كانت اجدر بهذا المكان. ممكن افهم من كلامك بين الحلبوسي ما كان على قد المسؤوليه خلال الفتره السابقه؟ لا، مع جل احترامي للاستاذ الحلبوسي هو يقول اقرب للشارع، بس احنا ما نبقى يعني مثل ما نقول متشمتين بهذا المقعد فقط انه يكون تقدم، خليكم للسياده وخلي يجدر نفسه بالشارع. بالنسبه للتدخلات الخارجيه استاذ عمار، ما هي الاوراق يا اخي مكشوفه؟ الاوراق مكشوفه، اليوم عندنا ارقام، يعني التدخل الخارجي شو يسوي لك؟ التدخل الخارجي يجي يزيد عدد مقاعدك؟ ممكن يكون تدخل خارجي اكو عرض وطلب ياثر عليك بان انت تقبل بمرشح السياده والعكس صحيح. ماكو فيتو على الشخصيات المحترمه المرشحه من قبل المكون السني لقياده هذا لشغل هذا المنصب المهم. نعم، بقاء المنصب خالي هو لدى الطرف الاخر، بالتالي هناك بعض الدول ترى ان المنصب ذهب عن المكون السني الذي هذا موضوع اخر. على هذا المكون. خلي اتمم لك موضوع التدخلات. انت اليوم عندك عدد معين معلن للشارع بموضوع ارقام، التدخل الخارجي لا يمكن ان يملي على تقدم او السياده كذلك باختيار شخصيه معينه وفرض موضوع اختيار شخص معين. التدخل الخارجي ربما يكون من جهات اخرى، التاثير على جهات اخرى، وهذا ما نجهله ولا نعلمه. اليوم الإطار التنسيقي بشكل عام هو من يحسم الموضوع في قبول أو تحديد دعمهم لشخصية معينة. السيد الحلبوسي مرن في كل المفاوضات أو من ينوب عنه. احنا متابعين للشأن ونشوف الأشخاص اللي يروحون يفاوضون يحضرون الاجتماعات، أشخاص لديهم مرونة يسمعون. السيد الحلبوسي هو من ذهب، السيد مشعان جبوري صرح وقال أن السيد الحلبوسي هو من جاء إلي وطلب مني أن تحل هذه المشكلة، وهذه تحسب للسيد الحلبوسي. السيد الحلبوسي شخص قيادي مرن، ولذلك ملك قلوب الجميع. خليني اخذ ونحن أمة. نعم خليني اخذ. زين اذا كان ماكو صراع بيناتهم ليش ما حزم هذا الموضوع من قبل؟ نعم، هو هذا الشيء. خليني اخذ اخر دقيقه منك ست هبه. نعم. احكي لي، متفائله؟ اكو هناك مفاوضات؟ اكو جلسه قريبه للبرلمان تحسم موضوع رئاسه البرلمان 10 اشهر؟ شلون تشوفين المشهد؟ راح تنحسم؟ ما تنحسم؟ من الاقرب؟ اكو مفاوضات؟ ماكو مفاوضات؟ انطينا شيء. المفاوضات الى حد الان جاريه، وحسب يعني ما انا حللته طبعا تكون بعد انتخابات الاقليميه راح يحسم الموضوع. بعد الانتخابات الاقليميه للاخوه الكراد، اقليم كردستان، بعد انتخابات يحسم الموضوع الاقليم. هل هناك ربط بين انتخابات الاقليم ومنصب رئيس البرلمان؟ انا هذا تحليلي ما اعرف، بس لكن انا هيك اتوقع راح يحسم بعد هذا الموضوع، بعد انتخابات الاقليم بالضبط. يحسم لمن؟ انا متفائله السياده بعد ما اعرف. نعم، إذن السيادة الأقرب من وجهة نظرك للمنصب. سيد قيصر، متفائل بحسم المنصب عن قريب؟ إضافة ثارت نقطة ست هبة، شنو الربط ما بين انتخابات الإقليم وأيضا منصب الرئاسة؟ أستاذ عمار خلي أستثمر الوقت وياك. نعم، عندي دقيقة. نعم. بصراحة استمرار إدارة المنصب بالإنابة من قبل السيد المندلاوي المحترم هو بعينه سيؤدي إلى أمور أخرى نحن في غنى عنها، بالإضافة إلى أنه المنصب هو من استحقاق المكون السني. أنا أتكلم عن المكون السني بشكل عام، يتكون المكون السني سواء من السيادة وتقدم والقوى الأخرى. أنا أتكلم عن المكون بشكل عام، وأتصور
أن الإطار التنسيقي سيكون ذو حكمة في دعم شخصية تحظى بالقبول من السيادة والقيادة لتولي وشغل منصب رئاسة البرلمان. نعم. ومن يحدد نعم. ومن يحدد موعد جلسة انتخاب الرئيس سيكون الإطار التنسيقي، أو إذا أراد الإطار التنسيقي حسم هذا الموضوع هو من سيحدد، لأنه ذو أغلبية نعم. في عدد الأصوات. وهذا ما نتمناه، ونتمنى أيضا أن يحسم هذا المنصب 10 أشهر مو قليلة للفراغ في منصب رئاسة البرلمان، وهو من المناصب وقد يكون أهم المناصب في الدولة العراقية. السيدة هبة الطائي، عضو حزب السيادة، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك لبرنامج بصراحة وقناة كركوك الفضائية، وإلى كل الإيضاحات التي أدليت بها. شكرا لك أستاذ عمار، شكرا لقناتكم الموقرة، وإن شاء الله يا ربي الأمور تتم على خير. ومثل ما نقول الجمهور أنا يعني بالتالي همي الجمهور والشارع العربي، وخصوصا كركوك يستحق اللي هو يستحقه، مثل ما نقول من مناصب، من تعيينات، من هواية أمور كانت مهمشة. نعم، وهذا ما نتمناه للجميع. أيضا السيد قيصر الجبوري، عضو حزب تقدم، مشكورك جزيل الشكر لانضمامك لبرنامج بصراحة عبر شاشة قناة كركوك الفضائية. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا. أيضا مشاهدينا الكرام، الشكر موصول إليكم. يبقى منصب رئيس البرلمان شاغرا، ويبقى الجدال والسجال حول هذا المنصب بانتظار حسمه عن قريب أم يبقى شاغرا. تحياتي وتحيات فريق العمل، نلتقيكم في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.